ابو شعول مشعلاني. قضية سب عائشة رضي الله عنها، كيف أتصرف أنا عن طريق القرآن؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه سب الله جل جلاله من قبل اليهود، وقالوا يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا. فالقضية وإن كانت كبيرة من الكبائر وكفر أن يسب أحد من الصحابة، ما بالك بعائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله. الواحد ما يقبل على أم جيرانهم أنها ترمى بمثل هذا، والله ما عاد ينام. فكيف بأمي؟ لا والله أشرف من أمي أم المؤمنين عليها رضي الله عنها وأرضاها أن تسب في عرضها. قد سبت وبرأها رب العالمين. الشاهد نقول ما قاله القرآن، لا نقعد نقول جواب من عندنا. قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ما كان يا جماعة أكثر الناس يجي يقول الرافضة ما فيهم شيء ولا أخواننا وحبيبين، صح؟ ما كان يشوف إلا الظاهر، فأراد الله أن يظهر وجه حقيقي. ما هذا إلا يتكلم إلا ذنب في جسم كلب، كل حياتهم هذول كلهم سب، دينهم قائم على السب. والله جل جلاله ما تعبد المؤمنين في القرآن، الله ما تعبد أي مؤمن بسب فرعون. في أحد أبغض من فرعون؟ ما قال الله سبوا فرعون وأعطيكم حسنات. ديننا قائم ما في سب، ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا ما يشتم. دين قائم على نعبد رب العالمين، مو نقعد نسب فلان ونشتم فلان. فالله ما قال لك سب فرعون، بل نهاك قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. القضية الأكبر من السب هذه اللي هي الكفر الصراح، قضية أنهم في بعد كل هذا يعبدون غير الله. ومن يسجد لقبر أو يعبد غير الله عز وجل فهذا مشرك كافر. من اللي قال هذا الكلام؟ أي فتوى لأي من المشايخ؟ لا، ما أحد. قال الله عز وجل في سورة فاطر، وفي الصور كلها، لكن في سورة فاطر قال الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. هل انت منسدح عند قبره تدعوه أو أي واحد دون الله؟ حتى الملائكة، لأن الملائكة دون الله، أي واحد دون الله تدعوه. والذين تدعون من دونه ايش فيهم؟ ما يملكون من قطمير. القطمير مو بالتمرة ولا نواة التمرة، الغشاء اللي فوق النواة اللي ترمى، ما عندهم، ما يقدر يعطيك إلا أذن أنا به، فلا تطلبه من غيري. ما يملكون من قطمير. شو الآية اللي بعدها؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تقعد تصيح عند قبره طول الليل ما درى عنك، لكن يقولون لا يسمعون. قال الله ولو سمعوا، تكملة الآية ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تقعد تصيح وبيسمعك، لو سمعك ما بيستجيب لك. إيش قال في آخر الآية؟ قال ويوم القيامة أبطلع اللي دعا واللي دعي كلهم بطلعهم حفاة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يقول لك أنت مشرك قاعد تعبدني أنت، قال بشرككم ما قال بذنبكم. عشان كذا في سياق قال ولا ينبئك مثل خبير. فإذا يا جماعة القضية الأولى أن تعرف عقيدتك أنت وعقيدة التوحيد اللي عندك، وما يراد بها أنك لا تعبد إلا الله. والناس اليوم قاعدة تقول مقاربة بين المشركين، لا، ما فيه. الدين واضح، فيه ولاء وفيه براء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. الرافضة يعني طالعين في التلفزيون يقولون مقاربة وهم يسبون ديننا ولا عندهم. والشرك يعني يا جماعة التوحيد التوحيد التوحيد. لا نعبد إلا الله، لا نخاف إلا الله، لا ندعو إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أترك هذين المصحفين لإدارة المخيم أن يسألون أي سؤالين ويعطونها من شاءوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيني وإياكم بالافتقار إليه ولا يفقرنا بالاستغناء عنه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أفقر خلقه إليه أغناهم به، أذل عباده إليه أعزهم به. وأسأله سبحانه أن لا يبقي في صدوركم أمنية هي لله رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تنفضوا من مجلسكم هذا. إن
طلباتكم وأمنياتكم كلها على الله يسيرة. أسأل الله أن يحققها كلها، وأن يغفر ذنوبنا كلها جلها ودقها، وأن يفرج همومنا وهموم المسلمين، ويفك أسرانا وأسراكم وأسر المسلمين، ويشفي مرضنا ومرضاكم ومرضى المسلمين. اللهم يا رب ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك من خير فابتدئنا به يا ربي، واجزي من قام على هذا اللقاء ومن صوره ومن شاهده ومن حضره يا ربي كل خير، واصرف عنهم كل سوء. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، روحي له الفداء عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة والتسليم. جزاكم الله خير.